ايه ده؟ الله قالتها لك؟ جابت معاكي نتيجه؟ ده يعني انا ينفع ما اخلفش من غير ما اخد وسيله؟ طب استني بصي، هعمل عليها سيرش على جوجل، ازاي ااجل الخلفه بدون وسيله منع حمل. في واحد دخل ثانوي 3 سنين وجامعه 7 سنين وقضى 3 سنين تدريب في حياته علشان بس يقول لك تعملي ايه؟ ما بتحترمهوش ليه؟ تعبانه؟ في دكتور. عايزه تاجلي الحمل؟ برضه في دكتور. تخينه وعايزه تخسي؟ كمان في دكتور. سبحان الله، مش جديده خالص. ليه بنتعامل مع دكتور النساء على اساس ان هو حاجه عيب؟ ايه العبث ده يا جماعه؟ يعني الدكاتره تفضل تذاكر سنين من عمرها، مؤتمرات رايحه ومؤتمرات جايه، تسالوا بعض عن وصفات طبيه وبتاخدوا العلاج من بعض عن ثقه وجداره، والمهم ان وقت التعب بنعمل كل حاجه في الدنيا غلط ونسال كل الناس الا ان احنا نروح لدكتور. كل كوم وعقده زياره دكتور النساء قبل الجواز دي كوم تاني. في بنات بتبقى تعبانه وشاكه في حاجه عندها وبتتكسف تروح لدكتور، واصلا بتبقى متردده تعرض على اهلها ان هي هتروح لدكتور نساء، وكأن لو حد شافها داخله على دكتور النساء هتكون خلاص بتنزل الجنين اللي في بطنها. خلاص كل دي فكرتكم عن دكتور النساء. الغريب ان ده تفكير ناس متعلمه ومعاها شهادات. في اهالي ممكن تلف مع بناتها على دكاتره في كل التخصصات الا دكتور النساء لو لسه ما اتجوزتش. تبقى البنت عندها وجع شديد جدا بسبب الدوره الشهريه وتفضل مامتها تديها في مسكنات واعشاب طبيعيه وتقول لها ده العادي. لا، ده مش العادي خالص. ممكن يبقى بنتك بتواجه مشكله كبيره قوي وانت مش هتعرفيها غير لو رحتي لدكتور نساء. ما تيجوا نشوف دكتور النساء بيفهم في ايه ونروح له امتى. لو الدوره الشهريه عندك مش منتظمه او مش بتيجي خالص او عندك لخبطه في الهرمونات، بدل ما مامتك تروح تسال جيجي صاحبتها او دكتوره الصيدليه، المفروض تروحي لدكتور النساء. وبدل ما تسالي صاحبتك عن وصفه القرفه بالجنزبيل، ممكن تروحي لدكتور نساء. ده حتى في منهم كتير بالمجان لو مش معاكي فلوس في الوحدات الصحيه وفي المستشفيات العامه. على الاقل هيقول لك ايه الاسباب ويحل لك المشكله دي، بدل ما تجربي حاجه وتدخلك في مضاعفات اسوء. لو عندك التهابات وروائح غير طبيعيه وغير معتاده، بدل ما ادخل على جوجل اكتب وصفات تنظيف الرحم، اروح لدكتور عادي جدا. مش كل حاجه ينفع نسال فيها جوجل طالما ليها طبيب مختص. لو عندك نزيف دموي او بتفقدي كميات كبيره من الدم وهي مش ميعاد البيريود اصلا، ايه رايك بدل ما يجيلك فقر دم تروحي تعملي تحاليل وتسالي الدكتور المختص؟ لو عندك كتل في الثدي او الاندر ارم او بقع جلديه، هنا ما ينفعش تسالي غير دكتور النساء، لان لا قدر الله ممكن يطلع سرطان ثدي. وفي سلسله فيديوهات كامله انا عملتها عن الموضوع ده لازم تشوفيه. لو داخله على جواز ومحتاجه تاجلي الخلفه، مش المفروض انك تسالي سوسن بنت خالتك ولا امل اختك، لان اللي يناسب غيرك مش بالضروره يناسب. لازم اصلا تروحي لدكتور نساء قبل الجواز علشان تعرفي تطمني على نفسك وتعرفي ايه اللي يناسبك في تاجيل الخلفه. ببساطه دكتور النساء مهم زيه زي اي دكتور، ممكن نروح له في اي فتره او اي مرحله في مراحل عمرنا، لان اي تعب بيحصل لنا ممكن يبقى وراه اسباب ومشاكل كبيره جدا احنا مش عارفينها، ولو ما لحقناهاش بدري واتعالجت في الوقت المناسب ممكن تكبر اكتر. ولو على الكسوف، في دكاتره نساء ستات، ما تصعبيهاش على نفسك، المهم انك تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك. اكتبوا لي في التعليقات امتى بتلجأوا لدكتور النساء.